السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض آثار العملات المصرية القديمة. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن مجموعة من العملات، قلنا مواصفاتها وأسعارها، اتكلمنا عن بعض العملات الملكية اللي صدرت في عهد الملك فاروق، الريال والشيلين والبريزة. هنستكمل موضوع العملات المصرية القديمة وهنتكلم عن عملة مهمة جدا ونادرة جدا. مفيش حد من هواة العملات المصرية القديمة ما بيبحث عنها بأي تمن، مفيش تاجر ما بيدورش عليها. إعلانات متتالية ومتوالية عن العملة دي، لكنها موجودة. ممكن تبقى معاك وانت ما تعرفش، ممكن تبقى في مجموعة من العملات اللي انت محتفظ بيها وانت مش اخد بالك. عملة النهاردة هي ال10 مليم، اصدار عام 1980، مصنوعة من النحاس الأصفر. صدر من في السنة دي عملتين، الأولى بتحمل وجه الصقر زي اللي في إيدي دي، والتانية كان احتفال بيوم المرأة الريفية. لما صدرت ال10 مليم وجه الصقر اللي هي سنة 1980، نخلي بالنا من التاريخ 1980، كان فيها خطأ في الصك، فتم سحب جزء منها من الأسواق، وكان طبعا بالفعل في جزء منها نزل، فتم صك وطباعة 10 مليم تانية بتحمل وجه المرأة الريفية، ما بيبقاش لها وجه الصقر ده خالص، ودي موجودة بكثرة ومع كل الناس. لكن اللي مطلوبة هي ال10 مليم وجه الصقر. لازم وجه الصقر مصنوع من النحاس، ولازم يبقى مكتوب عليها في الجهة المقابلة 1980. دي سعرها هتتفاجئ لما تعرف انها بتعمل من 30 ل 40 ألف جنيه لو موجودة. ودي مش واحد بس، ده ممكن يتعمل عليها مزاد وتوصل لحد 50 ألف جنيه. يبقى العملة اللي مطلوبة 10 مليم مصنوعة من النحاس الأصفر، سنة الإصدار بتاعتها 1980. زي ما أنا قلت لحضراتكم سعرها بيتراوح من 30 ل 40 ألف جنيه، ولو اتعمل عليها مزاد ممكن توصل ل 50 ألف جنيه. بس اللي بيحدد سعر العملة وقيمتها حالة العملة نفسها، هل فيها صدى، خبطات، في كتابة ممسوحة، كل ده بيأثر على سعر العملة. ابحث عن العملات المصرية القديمة، وتابعني على الفيسبوك محمد حكيم، على التيك توك محمد حكيم، على اليوتيوب اسم قناتنا محمد حكيم بورسعيد. تابع معانا كل جديد، واشكركم واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.